عمرك اشتغلت على مشروع وحسيت ان مفيش خطة واضحة، كل حاجة ماشية بعشوائية، العميل مش راضي والفريق تايه؟ في الفيديو ده هقولك ازاي الشركات الكبيرة بتدير مشاريعها باحترافية باستخدام جيرا واجايل. هتفهم ازاي تبدأ مشروعك من غير توتر ولا فوضى. ايه هو الاجايل؟ اجايل مش مجرد طريقة شغل، ده اسلوب تفكير مرن بيعتمد على تقسيم المشروع لأجزاء صغيرة بنشتغل عليها خطوة بخطوة بدل ما ننتظر شهور عشان نكمل كل حاجة مرة واحدة. مبني على 4 قيم أساسية و12 مبدأ موجودين في الاجايل مانيفستو. أهم 5 مفاهيم في الأجايل: 1. السبرنتس، ودي عبارة عن سايكل أو دورة قصيرة تمتد من أسبوع ل4 أسابيع، الفريق بيشتغل خلالها على جزء محدد من المشروع، الهدف تسليم منتج فعال في نهاية كل سبرنت. 2. السبرنت بلاننج، ده ميتنج أو اجتماع في بداية كل سبرنت بنختار فيه المهام اللي هنشتغل عليها. 3. البرودكت باك بلوج والسبرنت باك بلوج، الأول فيه كل المهام المحتملة الخاصة بالمشروع، والتاني بيحتوي على المهام المختارة بعناية للسبرنت الحالية. 4. الديلي ستاند اب، وده عبارة عن اجتماع يومي سريع، او المفروض يكون كده بس هو في الحقيقة كده. كل فرد بيقول اشتغلت على ايه امبارح وهشتغل على ايه النهارده وهل في مشاكل واجهتني ولا لا. 5. السبرنت ريفيو والريتروسبكتيف، بنعرض فيها الريزلتس او النتائج ونقيم اللي حصل عشان نحسن في المرحله اللي بعدها. الفكره العامه بتاعت الاجايل ان هو بيدينا مرونه، شفافيه وتحسين مستمر، وده بيخلينا نشتغل بسرعه والعميل يشوف نتائج بدري. ازاي جيرا بيساعدنا نطبق الاجايل؟ جيرا هي اداه لاداره المشاريع من اتلاسيون، مبنيه مخصوص عشان تخدم منهجيات زي الاجايل والسكرام والكامبن، بتساعدنا نخطط ونوزع الشغل ونتابع الاداء ونتواصل كفريق. بص، عشان تفهم جيرا كويس وتعرف تتعامل معاها في 4 تقسيمات اساسيه محتاجك تعرف. 1. الابك، ودي عباره عن ميزه كبيره او مرحله رئيسيه في المشروع، زي مثلا لو انا عايز انشئ نظام عضويه او اوثنتيكيت كامل للمستخدمين عندي في المشروع. الستوري هي عباره عن خطوه معينه من وجهه نظر المستخدم، مثال عليها ان انا كمستخدم عايز اقدر اعمل حساب جديد باستخدام الايميل. 3. التاسك، هو المهمة اللي هننفذها عشان نحقق الستوري ديت، زي مثلا إنشاء صفحة لتسجيل الدخول. السب تاسك، وهو خطوة صغيرة داخل التاسك نفسه بتساعدنا إن احنا نفكك التاسك لمهام أصغر منه بحيث نقدر نتعامل لو التاسك دوت كبير شوية نسبيا. وهنا غالبا أنت اتلخبطت إيه الفرق ما بين السب تاسك والتاسك. أول فرق احنا ذكرناه وهو إن السب تاسك هو جزء من التاسك، وتاني فرق بيتم الاعتماد عليه وهو إن التاسك ده ممكن يقوم بيه أكتر من شخص، ولكن السب تاسك هو عبارة عن خطوة أو مرحلة داخل التاسك نفسه. وزي ما هتشوف في التطبيق العملي، فالتاسك بنقدر إن احنا نتابعه عن طريق البورد المباشر، لكن السب تاسك بيتبع لكل جزء من التاسك نفسه. مثال بسيط على الفكرة ديت، وهي لو أنا عايز أنشئ صفحة تسجيل دخول، فإنشاء صفحة تسجيل الدخول نفسها ده عبارة عن تاسك، لكن السب تاسك منها إن أنا أصمم اليو أي أو الواجهة الأمامية بتاعتها. سب تاسك تاني إن أنا أبتدي أجهز الباك إند الأوثنتيكيت بتاعها، وسب تاسك تالت إن أنا أبتدي أربط الفرونت إند أو اليو أي اللي أنا عملته مع الباك إند عن طريق الإي بي أي. فالسب تاسكس بتساعدنا إحنا كإداريين ماسكين البروجكت إن هي بتساعد الفريق يفهم تفاصيل التنفيذ بشكل دقيق، وتخلي توزيع الشغل أذكى، وبتسهل المتابعة خصوصا في المهام الكبيرة. وازاي بيكون شكل المشاريع في جيرا؟ ده اللي هنشوفه في التطبيق العملي. يلا بينا. لما تفتح جيرا وتنشئ مشروع جديد وتختار سكرام، تبدأ تضيف الإيبكس الخاصة بالمشروع بتاعك أو الأجزاء الرئيسية الخاصة بالمشروع، وهتظهر هنا في الجزء ده. ولو حابب تضيف إيبكس تانية جديدة فهتدوس على كرييت إيبك. جوه كل إيبك من دولت هيكون في مجموعة من الستوريز الخاصة بيه. لما هتضغط على كل إيبك هيبتدي إن هو يظهر ليك الستوريز الموجودة جواه والتاسكس. وكإكزامبل بسيط، دي كده سبرنت من ضمن السبرنتس اللي ممكن تكون أنت أنشأتها، وتبتدي تبص عليها فهتلاقي جواها مجموعة من السب تاسكس موجودة بالشكل ده كده. جوه كل تاسك من دولت مجموعه من السب تاسكس تقدر تعمل لها اسيوم للناس اللي شغاله معاك في التيم، وكل فرد في التيم لو هو بدا ان هو يشتغل على التاسك ديت فيبتدي ان هو يحولها من تو دو ل ان بروجرس بالشكل ده كده. مجرد ما بينتهي من التاسك ديت بيبتدي ان هو يحولها لدن، وكل ده بيسمع عندك انت كمانجر او كبروجكت مانجر او كسكرام ماستر او حتى كتيم ليد، بحيث ان انت تبقى شايف الاوفر فيو للبروجكت ككل. وزي ما اتفقنا ان كل سبرنت بيبقى ليها تحديد لوقت زمني معين احنا بنكون محددينه، بيبتدي فيه السبرنت وبتنتهي فيه.
طب هل ده بس اللي بيقدمه لك جيرا؟ لا، جيرا كمان بيقدم لك مجموعه من الريبورتس اللي ممكن تعتمد عليها في انك تشوف الاوتبوت اللي طالع من التيم ككل. وده كده كان الباك بلوج او الجزء الخاص بالسبرنتس. طب خلينا نبص على البورد اللي فيها التاسكس كلها على بعضها، وازاي نفلتر السب تاسكس ديت، ونبتدي نشوفها ايه اللي فاضل، ايه اللي لسه شغالين عليه. لو جينا بصينا كده مثلا احنا عايزين ناخده السب تاسك ده، نبتدي ان احنا نحول له بروجرس بالشكل ده كده، بناخده دراج اند دروب ونبتدي ان احنا ننقله من هنا لهنا على طول دايركت بالشكل ده كده هو في مرحله البروجرس. نقدر نخليه بعد كده في مرحله الدن، او احنا انتهينا من التاسك ده. نقدر نفلتر التاسكس دي عن طريق الابيكس او عن طريق التاسك نفسها. زي ما انت شايف فوق كده في مجموعه من الحاجات اللي هتساعدني جدا ان انا افهم التيم الاوتبوت بتاعه عامل ازاي، عن طريق مثلا حاجه شبه التايم لاين اللي احنا ماشيين عليه. هنا تقسيمه الابيكس نفسها، والتايم لاين او الخط الزمني بالمواعيد بتاعتها عامله ازاي، والسمري الخاص بالبروجكت بيقول لي ايه التاسكات اللي خلصت، ايه التاسكات اللي ان بروجرس دلوقتي، ايه التاسكات اللي لسه هيتعمل عليها دن، احنا حاليا في السبرنت الكام، مين عمل اسيوم للتاسكات ديت. يجي بقى الاهم جزء خالص، وهو جزء الريبورتس الموجود عندنا في جيرا. في ريبورتس مختلفه بتغطي اجزاء وزوايا معينه في التاسكس عندي في البروجكت، حاجه زي البيرن داون تشارت او الفيلوسيتي ريبورت او السبرنت تشارت. كل سبرنت بتبدا بسبرنت بلاننج وبتنتهي بريفيو وريتروسبكتيف. ودلوقتي بقيت عارف يعني ايه اجايل، وازاي تستخدم جيرا علشان تطبقه بطريقه احترافيه لو بتشتغل في فريق، او لو لسه بتتعلم. الادوات دي هتفرق معاك جدا. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، واستنى الفيديو الجاي هنتكلم عن السي 4 موديل، وهتشوف ازاي توثق الانظمه التقنيه بتاعتك زي المحترفين. سؤالي ليك، ايه اكتر حاجه حسيت انها مش واضحه قبل ما تتفرج على الفيديو؟ اكتب لي في الكومنتات.